السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة المعلمة. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اللي كنتمنى من الله تلقاكم بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية وتنال الاستحسان ديالكم. الوصفة ديال اليوم هي البيتزا. بحال اللي كيعرف الجميع البيتزا كتصوب بالدقيق الابيض. حنا ارتئينا ودائما عندي قاعده هذه كنديروها الدقيق الاصفر اللي هو الفينو والدقيق الابيض. هنايا عندنا كيلو ديال الدقيق، نص كيلو ديال الدقيق الابيض ونص كيلو ديال الدقيق الاصفر. غادي نقبطو وغادي ندوزو لكم المقادير مباشره. بحال اللي قلت لكم غادي ندوزو مباشره للطريقه. غادي نحتاجو في هذا الكيلو ديال الدقيق، غادي نحتاجو كاس ديال زيت الزيتون. هو هاد الوصفه هادي ديروها بعينكم مغمضين، غادي تكون ناجحه 100%. ما كاينش تقولوا غادي ما تجينيش ولا شي حاجه. حنا كنديروا المقادير وانا كنتكلم معكم. هذا هنا عندنا نصف كوب من الحليب بودغ، من الحليب غبره. حليب غبره شريو شاسي وهي هذيك كتجي فيها نص كوب. واللي يبغى يشري ديك الطاسه الكبيره غادي تنفعو في بزاف ديال الوصفات. غادي ان شاء الله يشريها. هذا هنا عندنا بحال اللي كتشوفوا المتابعات الزعتر حكينا غير بيدينا ماشي دقيناه، هو دا باين. هذا الزعتر، واللي كيبغي الزعتر يدير الزعتر، حنا ما عندنا حتى اشكال، كل واحد كيدير بالذوق ديالو. هنا عندنا ايضا الابزار، فلفل اسود، وهنا عندنا المليحه بحال اللي كيعرف الجميع. عندنا خميره ديال الحلوى وحده ديال 7 غرام، ومن طبيعه الحال الخميره حبيبات ديال الخبز. هانتوما بحال اللي شتيو كيلو ديال الدقيق، كوب ديال الزيت، نص كوب ديال النيدو، كميه ديال الزعتر عفوا الابزار الملحه. عفوا متابعين العزاز الغاليين، سمحوا لي شدتني السعله. هنا عندنا علبه وحده ديال الياغورت طبيعي، علبه واحده فقط. هانتوما كتشوفوا غادي نبداو نخلطوا هذا الشيء مع بعضياته حتى نخلطوا النواشف مع بعضياتهم، وغادي نرجعوا عندكم باش ما نطولوش الفيديو. هنا بقينا كنخلطوا بحال اللي شتيو كاملين، خلطنا بحال اللي قلت لكم النواشف ومعهم ديك العلبه ديال الياغورت الطبيعي. هانتوما كتشوفوا بقينا كنخلطوا. في هذه الاثناء غادي نزيدوا الماء. هادشي حنايا بالنسبه لهادشي اللي كتشوفوا المتابعات درناه ديال رمضان الكريم. على داكشي درنا مثلا كيلو ديال الدقيق، درنا داكشي. اما الانسان اللي كيكون بوحدو يقد يدير غير 250 غرام ديال الدقيق ويديرها ويدوز بها ويديرها هكا زعما مره وحده وينوض بحالو، ولا يدير نص كيلو ديال الدقيق. ولا ما اللي كيبغي يخبع راه ماشي مشكل، يصوبها ويديرها في المجمد ويتهنى منها من يدخل من الخدمه، ولا يكون وليداتو بغاو شي حاجه، ولا غير جالس بوحدو هكا في الليل وبغى يتعشى بكري وجا واحد شويه ديال الجوع، ينوض يدير واحد جوج ولا 4 في الفران وهو دا ناضي. هانتوما كتشوفوا المتابعين غادي نعجنو بهذه الطريقه، وكل شيء كيعرف يعجن من طبيعه الحال. كنعجنو بالماء، الماء دافي، لان فصل البرد دابا بحال اللي كيعرف الجميع الشتاء والبرد كاين بزاف. من طبيعه الحال ما غاديش نعجنو بالماء ديال الروبيني، وإلا كانت الصيف والحريقه غادي تعجنو بالماء ديال الروبيني عادي باش ما لان كيكون الماء ديجا سخون من عند الله. هانتوما كتشوفوا غادي نستمروا في العجن حتى نتلاقاو.
هانتوما كتشوفوا بالنسبه لي لهاد العجين ماشي كنعركوها بالماء، كنقبطو كنديروا الكميه ديال الماء في الاول، بحال دابا حنا كنفزقوا الطحين وحنا كنشوفوا شحال ديال الكميه اللي غادي تدخلنا فيه. ما بغيناهاش تجينا جاريه، ما بغيناهاش تجينا محجره هكاك، خصها تجي عاديه. هانتوما غتشوفوا، هانتوما كتشوفوها المتابعات كنبقاو كنعلكوها بهذه الطريقه. واخا تشوفوها كتلصق لكم في يديكم ما تخافوا ما تدهشوا، هي هذه العجينه ديالها بهذه الطريقه كتكون. علاش؟ لان فيها الحليب بودغ، فيها ياغورت، فيها زيت الزيتون، دايره بحال شي وصفه ديال الحلوى. على داكشي كتجينا هي فتيه وهي مقرمله من برا، كتكون مقرمله ولكن ملي كتاكلها كتلقى الطراوه فيها من داخل. غادي نستمروا بهذه الطريقه واحد 5 دقائق ماكسيموم. غادي تشوفونا غادي ندهنوها بالزيت ونغطيوها ونرجعوا معاكم. هانتوما المتابعين بعد ما عجناها مزيان كنقبطوا فقط، كندهنوا يدينا وكندهنوها من الفوق بحال اللي كتشوفوا. غادي نقبطوا ندوزوها هكا عليكه خفيفه، غادي تبان لكم راها بحال الا معلوكه شله، بحال ديك الطريقه اللي وريتكم. هانتوما غتجمعوها هكا وهكا وصافي. ها العجينه ديالنا موجوده. غادي نغطيوها بالبلاستيك، وغادي من طبيعه الحال هو السلوفان، وغادي نغطيوها وغادي ندوزو معكم لباقي المقادير ان شاء الله. عزيزاتي اعزائي، من بعد ما خلينا العجينه ديالنا خمرات، هانتوما كتسمعوا تبارك الله خامره، ماشي خامره حتى فاضت، ولكن كتبدا تطلع فيها الخميره. غادي نبداو معكم بحال اللي كتشوفوا، هي هذه. غادي نقطعوا بالسكين وغادي ناخذوها وغادي نطلقوها. هانتوما تبارك الله كتشوفوا هنا العجينه هي مفشفشه، شفتوا كيفاش دايره؟ هذه هي بدات كتطلع فيها الخميره. غادي نبداو نطلقوا معكم هنا. بطبيعه الحال هاد الرخامه اللي كنخدموا فيها كندردروا فيها الدقيق حرش، واللي عنده السميده رقيقه وبغى يديرها يديرها ماشي مشكل، لان هي اللي كدير ديك القرمشه في العجين. ملي كطيبها كيجيو ديك الخبيزات ديك لو فون ديال البيتزا كيجي مقرمش. هانتوما دغيا كتطلق، ما غتلقاو فيها لا صعوبه لا والو. هانتوما كتشوفوا قلت لكم دغيا كتطلق، ماشي شي صعوبه ولا تبقاي زعما تحاولي معاها وهي كترجع. لان ملي كديروا الدقيق الاصفر مع الدقيق الابيض ما كيكونش الاستيك، كيبدا كيتجبد بحال اللي كيعرف الجميع بان الفرص كيتجبد بزاف وكيطلق الخيط ديالو. على داكشي كيعذب في بعض الاحيان، كيكونوا المبتدئات ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا معاه. هانتوما ما تخافوش، دردروا الدقيق بالخصوص بحال هاد الدقيق اللي وريتكم، الدقيق الاصفر، ديروه وطلقوه. طلقوا السمك اللي بغيتو، هي من الاحسن تكون رقيقه، لان باش ما تاكلوش غير العجينه. من طبيعه الحال كلشي كيعرف كيفاش غادي يطلقها. من بعد ما طلقناها مزيان كنقبطوا لا فورشيت، كنتقبوها كامله. هانتوما كتبعوها كامله تقيبه حتى تقيبه باش ما كتنفخ لكمش من الوسط تولي دايره بحال الخبز. هانتوما غادي نكملوا معكم هادشي كامل بحال اللي كتشوفوا. بحال اللي لاحظتوا هي العجينه ديالنا كامله بحال اللي كتشوفوا المتابعات العزاز والمتابعين، هي كلها متقوبه بلا فورشيت. غادي ناخذوا القطعه ديالنا الحجم اللي بغيتيو. حنا ما غاديش نفرضوا عليكم هذه. مثلا الا بغيتو ديروا وحده كبيره غادي تقطعوها كبيره، تعبروها بشي طبسيل ولا بشي مول عندكم ولا شي حاجه. حنا كنديروا هذه متوسطه، كاينه اللي صغر من هذيك، كاينه وحده صغيره. الا بغيتيو ديروا دوك ديال بحال ملي كيكون شي عيد الميلاد، كتكون شي مناسبه، هادوك كيكونوا صغيورين. هذه هنا كتكون متوسطه وهذا هو الحجم ديالها. المتوسطه ماشي زعما يعني كبيره، راه كتكون
قد الكف ديال اليد. غادي نكملو هكا بالتقطاع. هانتوما بحال اللي كتشوفوا المتابعين قد الكف ديال اليديده، ماشي كبيره بزاف ماشي عاوتاني دقيقه صغيره، هي هادي بحال اللي كتشوفوا. حنا مستمرين واللي قطعناها كنديروها هنا في الطبسيل ديال الفران. الفران يكون مجهد على 220 على 220 درجه. غادي تدخلوها، ما غاديش تخليوها تحمر. غادي نوريوكم شحال ديال الوقت خدات وغادي نرجعوا معاكم. متابعات العزاز، من بعد ما درنا لاباط البيتزا كطيب، دابا غادي ندوزو معاكم المقادير اللي غادي نديرو في الصوص. غادي نديرو هنايا في هاد المقله مباشره، غادي نديرو مطيشه محكوكه كميه لا باس بها. حنا درنا كيلو ونص وكل واحد يدير القياس اللي بغا، لان حنا غادي نديروها وغادي نعمروها ونديرو لها الفخوماج ديالها وكلشي ديالها. غادي نديروها في المجمد. غادي نديرو عليها التوابل، ما كتحتاجش بزاف، فقط الملح والفلفل الاسود اللي هو الابزار. سيدي شويه باش الفلفل الاسود والملح. وغادي نديرو زيت الزيتون، ما تكثروا لهاش الزيت باش ما تجيكمش ميدمه. كميه كبيره درنا لها فقط 3 ديال المعالق كبار. وغادي نديرو هاد الزلافه هادي فيها علبه كامله ديال ديك الطماطم سوليس، والمهم ماشي مهم الاسم ديك الطماطم اللي كتباع هكا معلبه، وهي كتكون خفيفه ماشي الطماطم المركزه، هذه ديك الطماطم الخفيفه. هنا عندنا الزعتر. هاد الزعتر غادي نقيوهم ديك العويدات، غادي نقبطوه حتى طيب نهائيا باش ما يطلقش المروره ديالو. ونديروه هنايا ونزيدو على هاد المطيشه هادي من بعد ما طيب. هانتوما غادي نطيبوها قدامكم، غتشوفوا جميع المراحل. هنايا غادي نديرو البقيه ديال الحشوه. غادي نديرو هنا 2 بصلات كبارين ولا 4 موين اللي كان عندكم ماشي مشكل، مقطعينهم بهذه الطريقه هذه. غادي نديروهم في المقيله، ها هي قدامكم المتابعات. غادي نديرو ايضا معاهم الزويته، كل واحد اللي بغاها يديرها. حنا كنطيبو بزيت الزيتون بحال اللي كنقول لكم دائما. نديرو 2 معالق فقط كافيين، وغادي نزيدو مليحه حتى طيح لنا البصله مزيان. وعاد غادي نزيدو الكفيته، كل واحد يدير اللي بغا. بغيتيو ديروا فيها غير الطون، السمك المعلب ديروا فيها الكفته، ديروا فيها لادان، ديروا فيها الدجاج اللي عجبكم. ما بغيتيوش ديروا حتى شي حاجه، ديروا فقط طماطم وديروا البصل هو هذا، طيبوه وزيدوه على الطماطم. ونكملوا بالفلافل ولا ديروا المايس ولا ديروا اللي عجبكم. هنا غادي نزيدوا شويه د الابزار مع البصيله. غادي نخليو هاد البصيله هادي طيح مزيان فوق البوطه. مني غادي طيح هادي غادي نزيدو عليها الكفيته اللي عندنا في الطبسيل بحال اللي كتشوفوها. اللحم المفروم غادي نزيدو عليها اللحم المفروم، كل واحد قدر المستطاع ديالو. ما كاينش شي قاعده اللي يقول لك خصك يكون عندك 400 غرام 500 غرام، لا نهائيا، كل واحد على اللي قدروا الله. هذا مكان المتابعين، خليكم معنا حتى تشوفوا كل شيء بالتفصيل الممل. مرحبا بكم متابعين والمتابعات الاعزاء. من بعد ما وجدنا البيتزا ديالنا بحال اللي وريناكم قبيله، درناها في الفران، طيبناها غير نص طيبه، غير قبطت راسها بحال هذيك اللي كتباع في الزنقه. كاينين شي وحيدات هكا ولاو حميمرين ماشي مشكل، ولكن من الاحسن تخليوها بحال هكا بيضه باش ملي كديروها تكمل الطياب ديالها كتجي هي هذيك. طيبنا صلصه الطماطم هي هذه، طيبنا الكفيته هي هذه بحال اللي كتشوفوا. طيبنا ما طيبناش الفلافل، كنخليوهم هكاك فلافل الوان. عندنا هنا كميه وفيره من الجبن الاصفر موتزاريلا، عفوا موتزاريلا، والجبن ايضا داك الجبن اللي كيقولوا ديال التفاحه الاحمر. المهم ادم راه كلشي كيعرفوه. وهنايا عندنا شويه ديال المايس، وعندنا كذلك الزيتون الاسود
هنايا عندنا الزيتون الاسود، غادي نديرو شويه الزيتون فوق كل شويه ديال البيتزا. دابا غادي ندوزو معكم للطريقه ديال التعمار. كلشي كيعرف هادشي تبارك الله ما شاء الله عليكم. المغربيات حادقين معروفين تبارك الله بالشغل ديالهم وبالتاويل ديالهم وبالسماق ديالهم. هنايا غادي نكملو، غادي نديرو صوص طوماط هو الاول. هانتوما كتشوفوا غادي نكملو بهاد الطريقه هادي حتى نكملو الجميع ديال العجينه اللي عندنا ديال الباتا بيتزا. وهنايا ايضا راه عندنا الكميه الاخرى اللي راه حنا طيبناها، بغيت نوريها لكم هنا. راه كميه وفيره جدا تبارك الله ما شاء الله. غير مغطينها بهذا المنيل هذا على ما نكملو. هي هذه وغادي نديرو بحال هكا وغادي نكملو معاكم. من بعد ما عمرنا هاد لاباط هادي كامله درنا لها صوص طوماط، غادي نزيدو هنايا الكفيته اللي كنت وريتكم باننا طيبناها مع البصيله. غادي نديرو كميه ديال الكفيته، وبحال اللي قلت لكم سابقا اللي ما بغاتش دير الكفته ولا ما عندهاش الله يكون في العون يديروا كذلك طون ديال الزيت يصفيوه ويديروه هنايا، ولا يديروا اي نوع من الاسماك، ولا يديروا كروفيت، ولا يديروا دجاج. كل واحد على حسب الاراده ديالو وعلى حسب القدره الشرائيه ديالو. هادشي ماشي مفروض باش نديرو هادشي كامل بحال اللي شتيوني انا درتو. غادي نكملو، احنا عمرناهم كاملين المتابعين. دابا غادي نديرو فوق منهم المايس. كل وحده غادي نديرو لها غير شويه ما نكتروش، لان مازالين غادي نديرو الفلفله. مازال خصنا نخليو رحبه الفلفله هنايا. هانتوما ديروا غير شويه معلقه صغيره فقط، غير كتجيب ديك اللذه مع الحلاوه ديال الذره، كتعطي واحد الحلاوه فريده من نوعها. هنا كنديروا فلافل الوان، ديروهم غير ما طايبينش، لان ملي غادي ديروهم يطيبوا لهم دغيا كيطيبوا. واصلا ملي كيبقاو هكاك مقرمشين كيجيو لذاذ بزاف وكيبقاو صحيين. ما عندنا علاش غادي تقولوا لي واش غادي نديروهم في المجمد هكاك. غيديروهم في المجمد بحال هكاك ما غادي يوقع لهم حتى شي حاجه، بالعكس عادي جدا، وغادي تجبدوهم بحال الا عاد درتوهم طريين. هنايا كنديروا الزيتون الاسود بحال اللي كتشوفوا المتابعين. كل وحده كنديروا فيها شويه، وكل وحده كنديروا فيها وحده ولا نص وحده على حسب الحجم ديال الزيتون. متابعين العزاز، هنا كنزيدوا الفرomage بحال اللي كتشوفوا من الفوق. راه ما غادي يطيح ما والو، ملي غادي يجمد في الكونجيلاتور راه كيبقى قابط بلاصتو حتى كتهزوه وديروه نتوما بيديكم في الفران. كديك الساعه ملي كتبغيو ديروا هاد لي بيتزا كتقبطوه وكديروا فقط سميتو بابي كويسون باش يبقى لكم الطبسيل ديال الفران نقي، وكديروا فوق منه هاد الخبيزات ديال البيتزا هكا وكتدخلوهم للفران. هكا كنكونوا كملنا الفيديو ديالنا معكم. ان شاء الله ملي غادي يجمد هذا غادي نرجع معكم باش نوريكم طريقه التخزين. اللي بغات تكمل الفيديو مرحبا بها، اللي ما بغاتش تكمل على خاطرها شكرا لكم. نوريكم انا فقط كيفاش كنستفهم في العلب وكيفاش كنفرقوهم باش ما كيتزعزع منهم حتى شي حاجه. شكرا للمتابعه. كنتمناو تكونوا شفتيو الفيديو من الاول حتى الاخير واستفدتيو. انا بحال اللي كنقول لكم دائما انا تحت الطلبات ديالكم، واللي بغات شي وصفه ولا بغات شي حاجه تكتبها لي في التعاليق. انا سعيده دائما باللقاء معكم. ان شاء الله يلقاكم الفيديو في اتم الصحه والعافيه، والى اللقاء في فيديو اخر. ما تنساوش الكماله ديال الفيديو باذن الله. الى اللقاء وعواشركم مبروكه، مع السلامه. عزيزاتي اعزائي، من بعد ما وجدنا البيتزا معاكم بحال اللي شتيوها بالتفصيل الممل، هي هذه وجدنا كميه وفيره بحال اللي قلت لكم من قبل. قبطنا درناها في المجمد بحال هكا، فرقناها بالبلاستيك من طبيعه الحال باش كدير شي فوق شي ما كيضيع لهاش داك الفرomage ديالها. ودابا غادي نقبطوها نديروها في علبه من طبيعه الحال بلاستيك ديال الكونجيلاتور.
بحال اللي قلت لكم المتابعات، البلاستيك ديال الكونجيلاتور ماشي داك البلاستيك اللي كيتباع غير في الحانوت بالعبار ديال الكيلو، ما كيكونش صحي نهائيا. دابا غادي نقبطوها ونديروها في هاد العلبه هادي. بحال اللي شتيو هنا درنا الطبقه الاولى، ها هي ديال تحت ستفناها لتحت، وغادي نديرو ايضا البلاستيك، وغادي نديرو الطبقه الثانيه، وهكذا دواليك حتى نكملو الكميه اللي عندنا كامله. وعاد نسدو العلبه ونرجعوها جامده. الحمد لله دابا كاين البرد، كنرجعوها بسرعه. غادي نرجعوها باش تبقى جامده، باش ما تذوبش، لان الا دابت الحاجه كنتو دايرينها في المجمد ما غاديش تحيدوها من طبيعه الحال وتخليوها تذوب، عاد ترجعوها الى اخره. دابا هكا غادي نقبطوها، هانتوما كتشوفوا الدخان ديال البروديه مازال طالع منها لان جامده بزاف. غادي نقبطوها ونديروها بحال هكا ونصوبوها ونرجعوها للمجمد بسرعه. شكرا للمشاهده، كنتمنى يعجبكم الفيديو، وبحال اللي قلت لكم سابقا ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الغزالين ومن لي لايك، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. منين كنكملوا من البلاستيك وكنديروا لها غطيتها، لا باس دوزوا بها ديروا لها شي دويزه ديال السلوفان باش كتحتفظ على المذاقات ديالها لداخل. غير بشويه بنتي باش يشوف، باش تحتفظ على المذاق وما يتسرب حتى شي رائحه من علبه لعلبه. مثلا هذه دايرين فيها البيتزا، وحده دايرين فيها القنينطات، وحده دايرين فيها البطبوط، ما حتى علبه ما تدخل داكشي اللي في العلبه الاخرى. هذا ما كان البنات، كنتمنى الفيديو يعجبكم. باي باي، مع السلامه.